السلام عليكم. الشعب السعودي اعذروني إذا دائما أتناول شؤونكم المحلية ونشارككم فيها، بس ترى الموضوع راح يتطور ويكبر. خلاص حبايبنا رايحين على فيزا موحدة ونقطة عبور موحدة وسياسة جمركية موحدة ومظلة تأمينية موحدة وربط إلكتروني لأنظمة المخالفات وربط كهربائي وربط سككي، وفوق هذا كله السوق الخليجية الموحدة على الأبواب. يعني حد يقالط بشؤونكم المحلية وبشركم حيل مطول. غنيناها لكم قبل سنين في الكويت بس ما صدقتونا. خليجنا واحد ومصيرنا واحد، يعيش يعيش الله أكبر يا خليج يضمنا. عبالكم عبد اللطيف البناي كتب هالكلمات عبث ولا غشمرة؟ مقصودة وملعوبة كأنها تمريرة مندي حق ملت. عز الله ابتلشتوا فينا وللأبد بعد. لكن إذا ما تبوني أشارككم بشؤونكم المحلية ترى ما عندي مانع، بس عندي 3 شروط. تعطوني عيال عمتي من حايل، طلعونهم من حايل وتحطونهم عندي في خيطان، وتعطوني الأهلي تنقلونه من جدة ويصير مقره في المطلع يم بيتي الجديد. الله، يصير الأهلي بيتي الثاني رسمي. كل 2-3 أعزم يايسله ومحرز وملت وإيفان توني وباقي الربع على الريوق. والشقة اللي فوق وعد يا أهل الأهلي إيجار على بدر التركستاني. وثالث العطايا أو ثالث الشروط، ما حد يشارك ضد عبد الله الدبوس 3 سنين. يعني يتم ضمان نخبة الصفر للدبوس 3 سنين. الأهلي مستحيل يطلع من جدة، وحتى لو طلع بالظل المهمة المستحيلة عيال عمتي انسى. تبي تطلعونهم من الحايل انسى، ما يرضون بالرياض عشان يرضون في غيطان. وحتى لو نقلتوا الأهلي وفوقهم عيال عمتي، حتى لو أحمد قايد بدر من ضمنه، ما راح يخلونها للدبوس والله لا تنطبق السماء على الأرض. معركة الصفر مستمرة. هذه شروطي ال3 لحين تحقيقها. أنا نقلت نفسي عندكم وخلصت. بتطلعوني طلعوني مع هال3 ويكونون وياي. واليوم من شدة لقافتي بحشر نفسي وبسولف عن حادثة شاورمر مرة ثانية. أولا برافو، ممتدة من مطلع الكويتية شمالا إلى شرارة السعودية جنوبا. دوروا لي شعب في العالم تهز قضية فصل موظف بسيط اللي انفصل كأنه ولد حق كل بيت في السعودية، وقضيته صارت قضية الكل. لين رب العالمين أعاد له ثم الشعب السعودي الحق للموظف، وتم إلغاء الفصل التعسفي، لكن الموظف اختار طريق ثاني عسى ربي يوفقه ويسهل دربه. وقبل لا يختار طريقه الخاص فتح الطريق قدام 150 وظيفة جديدة للشباب السعودي. والشركة اعتذرت بشكل أدبي عبر بيان منشور وبشكل تنفيذي من عبر خصومات لمدة 2 أو 3. أشهد بالله أن الكل فهم الدرس. حقوق الموظف السعودي مقدسة، والتعامل مع الرأي العام السعودي لازم يكون شفاف على مستوى الحقائق وشديد الأدب والحذر على مستوى الخطاب. حقوق وشفافية. الكل في عالم الشركات والمؤسسات فهم الدرس الحين واستوعبه. ما أتخيل أحد بيغامر بعد اليوم في مسألة حقوق الموظف المواطن ومسألة الحق الشعبي في الشفافية والاحترام، لأن هالحقوق قبل لا يحميها قانون أو لوائح صار في هناك شعب يحميها، وشعب يملك أداة ردع وعقاب لتطبيقها. يعني للأمانة بقى الحين عندنا مسألة واحدة بس، كلنا متفقين متى لازم تبدي المقاطعة. تبدأ في حالة تعسف في الحقوق أو الإخلال في الشفافية أو تقليل الاحترام من الاحترام. لكن خلونا نفتح النقاش عن متى لازم تتوقف المقاطعة. في حالة شاورمر كمثال، الموظف تم علاج حالته واستقباله وتقديم العرض له، وتم الاعتذار من الجميع ولو بشكل متأخر، ثم تم تقديم مساهمة مجتمعية ب150 وظيفة، وفوقهم تم تقديم عرض أو عروض خصومات. كل هذه كانت مطالب وتم الاستجابة لها. الحين السؤال الحقيقي، هل المقاطعة أداة ضغط وتقويم أم أن هي أداة قتل وإعدام؟ الشعب اللي ينتفض بكبره عشان واحد من أفراده انفصل هو شعب واعي ومو محتاج أحد يتفلسف عليه ويفرض عليه إجابات مثل خليفة. الموظف لما انظلم ما راح يدور واسطة عند فلان وعلنتان ولا قاعد يترجى هذا وهذاك، لا لا لا، على طول فتح شاشة الموبايل وخاطب الشعب كله ورجع حقه. والحين الشركة فاتحة شاشة الموبايل وتخاطب الشعب كله وتقول تم مخاطبتكم بلغة الاعتذار والأسف والتراجع عن كل ما سبق. الحين الكل له حق ياخذ الموقف اللي يبي واللي يمثل قناعته وضميره.
قناعتي الشخصية أن شاورما كمؤسسة محلية هي ضحية لضعف قسم الإعلام والتسويق وإدارة المخاطر اللي فيها. وبصفتي والله مختص بالموضوع، ولأن عيال عمتي في حايل وانتمائي للأهلي وتأييدي للدبوس، مقتنع أن المقاطعة بالنسبة للشركات الأجنبية، ركزوا على الكلام اللي بقوله، مقتنع أن المقاطعة بالنسبة للشركات الأجنبية هي أداة إعدام، ولازم تكون كذلك، لأن الخطأ الأول لازم يكون هو الخطأ الأخير. أما المؤسسات المحلية، المقاطعة وفق قناعتي هي أداة ضغط وتقويم، ترفع متى ما تم الاستجابة للمطالب. وهناك كانت تجربة سابقة مع شركة المراعي السعودية، كانت تجربة روعة في قوتها والتزامها وقت المقاطعة، وأروع وأجمل أكثر في وعيها وفهمها لما تم وقف المقاطعة، مع ملاحظة أن الخطأ الثاني للبراندات الخليجية أو السعودية هو الخطأ الأخير. الشعب في رسالته للبراندات السعودية واضح، حتى لو تم وقف المقاطعة فالرصاصة دائما في جيبي. دام الخطأ الأول وتم معالجته والاعتذار عنه، فنتمنى لشاورما كل التوفيق للأمانة، يبقى ولدنا. وأيا كان قرار الأفراد باستمرار المقاطعة أو وقفه فهو قرار يجب احترامه. وأتمنى بعد من الشعوب المحيطة أنها تستفيد من الحيوية الشعبية السعودية في التعاطي مع قضايا المجتمع. يا السعوديين، شاورما ولدكم وكيفكم، أنا أهم علي ولدنا في ريج صيلح، عسى ربي يوفق الجميع وكلهم عيالنا وعيالكم. وأتمنى الكل يشارك برايه في المنشن عشان مدراء التسويق في كل الشركات والقطاعات يقرون ويستفيدون ويعتبرون من كلامكم. أشوفكم على خير.